عن نفسي ما اعتقدش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكان البشر، على الاقل دلوقتي. هتقولي ليه؟ انا بقى جايه عشان اقولك ليه في سلسله عبثيات الاي اي. ايه اللي يخلي شركه كبيره زي شركه طيران كندا تدفع تعويض لمواطن بسبب المساعد الافتراضي الخاص بيه اللي شغال بالذكاء الاصطناعي؟ اللي حصل ان المواطن جيك موفيت سال المساعد الافتراضي بتاع الشركه عن اسعار تذاكر الحداد بعد وفاه جدته، ودي بتبقى ليها سعر خاص اقل من السعر الطبيعي. المهم المساعد قال له يشتري التذاكر بالسعر العادي وبعدين يقدم طلب لتذاكر الحداد فما يرجعلوش جزء من فلوسه. تمام؟ لا مش تمام. بعد ما اشترى وراح الشركه يقدم طلب، قالوا له مين قال لك كده؟ الكلام ده قبل ما تشتري تذاكر يا فندم. قام صاحبنا رفع دعوه على الشركه انها مهمله وقدمت معلومات غلط من خلال الذكاء الاصطناعي بتاعها، وعشان صاحبنا نيته سليمه المحكمه حكمت بان الشركه ترجع له ثمن التذكره وفوقهم تعويض كمان. لو لسه مش مقتنع ان الذكاء الاصطناعي له عبثيات، تابعني في سلسله عبثيات الاي اي.